يتغطى بيها، يعني ما يصير هيجي. هذا خطيه ذي المريض من يعتني به؟ هسه اكو بغير دوله هيجي عايفين المريض. فاحنا نطلب من الوزير المحترم بلكي يهتم بهاي المرضى. خطيه هاي مستشفى جبت النشر مالها تعبانه كلش. شوف واقع مستشفيات الامراض النفسيه بالعراق. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما نلاحظه في شهادة وسائل الإعلام ليلة أمس منطقة الشماعية مستشفى الرشاد، يعني واقع أليم، ولا نلاحظ هناك أي تلبي لمطالبات المرضى. يعني كمحامين دائما احنا نراجع موقف الرشاد او مستشفى الرشاد، يعني دعم غير كافي. المرضى يعني ملابسهم غير جيده، النظافه غير جيده، الاكل غير جيد، وهذا يعني مع الاسف يعني احنا ليش ما نصير مثل باقي البلدان العربيه، باقي دول العالم، ليش ما نتطور؟